لعبة بلو سترايك لعبة تم إنتاجها في 2013 في الصين، وتم إطلاقها عالميا في 2024. اوكي، وشو يعني؟ أنا جاي اليوم أقول لكم عن لعبة تفوقت عن فري فاير وببجي. وات ذا فك يا برو، انت عارف شو تقول؟ بعرف إنه لعبة بلو سترايك لم تتخطى لعبة فري فاير أو ببجي من ناحية تنزيلات، يعني ببجي 500 مليون تنزيلة وفري فاير 1 مليار تنزيلة. أما بلو سترايك 5 مليون تنزيلة فقط. اوكي، حبة وراحين تفهموا كل شيء. اول شيء خلينا نتكلم عن جليتشات. لو كنت انت لاعب فري فاير قديم ستعرف ان اللعبة مليئة بالجليتشات، زي مثلا جليتشات الهيد شوت، جليتشات الثلج، جليتشات الموت. اما في بلو سترايك طول لعبي لهذه اللعبة لم اجد فيها ولا جليتش واحد حتى، يعني تقدر تلعب وانت مرتاح، انه يعني ما يكونش فيه حتى خطأ في هذه اللعبة حتى حتخرب عليك اجواء اللعب. انت تتكلم جد؟ بس على ايام فري فاير 2019، ايام الجلد والاحتراف. الان خلينا ننتقل الى الشيء الثاني وهو الكاميرا. مستحيل تجادلني في هذه الناحية، لان لعبة بابجي 80% كاميرا. وهذه النسبة من كيسي، يعني حرفيا يعني لعبة بابجي تعطيك اماكن كثيرة تقدر تختبئ فيها وتجيب أعدائك من بعيد ومن قريب. فين التسلية في أنك مختبئ في أعلى جبل في العالم حتى تضربني ثم تقول على نفسك أنك محترف؟ أنا لو مسكتك بس راح نطلع على سطح الواد حمادة نغتصبه ونصور. ولكن لا تخف، مع لعبة بلو سترايك مستحيل تلاقي إنسان مكمبر أصلا، لأن اللعبة تمنع الكمبرة. يعني لو دخلت الزون من بعيد أو من قريب راح تتدمج. لما تمشي بطء عدوك راح يسمع الصوت. ما في حتى زر النوم، يعني ما في اللعبة، غير موجود. يعني ما فيش كمبر، يعني إجباري عليك لازم تقاتل. اوكي، والان خلينا نتكلم عن ثالث شيء واللي هي تعاونات الالعاب. يعني لعبة فري فاير كل تعاوناتها عبارة بس عن سكنات غالية لازم تبيع كليتك علشان تشتريها. الفلوس عمت عينيك يا كلبة يا دور. وشوية اضافات اخرى في اللعبة تخليك تسب اكثر ما تخليك تستمتع يعني. اما ببجي يعني اظن ان في اضافات او تعاونات جيدة تخليك يعني تلعب وتستمتع في نفس الوقت، يعني وتشحن يعني في اشياء يعني صغيرة وجميلة يعني. يعني انا ما اشحن بس يعني كده. اما في لعبة بلو سترايك مين ما شاف تعاون مع هجوم العمالقة او تعاون مع ماينكرافت حاليا اللي هو تقريبا تعاون اسطوري. احنا بقينا مشهورين قوي يا جدع. فيوه، واخيرا طبلت لي لعبة بلو سترايك كثيرا صراحة في هذا الفيديو. واتمنى يعني ما تجينيش سبات في التعليقات. انا تكلمت فقط عن رأيي الشخصي في هذه اللعبة او الالعاب كلها يعني. وانا شايف ان لعبة بلو سترايك احسن من لعبة فري فاير وببجي. وانتم شو رايكم؟ وما تنسوا اللايك والاشتراك واكتبوا تعليقاتكم.